لو انت بتتعامل مع كم بيانات ضخم على برنامج الاكسل، فبنسبة كبيرة وانت بتشتغل على الاكسل بتقابلك المشكلة دي، وهي ان اي حد بيعمل انبوت للداتا فهو ممكن ما بيلتزمش بالتسمية اللي انتوا بتتفقوا عليها. فكل واحد بيدخل التسمية بتاعته بصورة مختلفة. وليكن انا لو جيت اعمل فلتر على شركة الألمانية عندي، فهلاقي ان اللي عمل انبوت للداتا او انبوت لاسم السب كونتراكتور عمله بصور مختلفة. فده بيأثر معايا ان انا لما باجي اعمل فلتر ما بتكونش النتائج واضحة معايا، وممكن تعمل مشكلة عندي. لو انا بعمل داشبورد فهتظهر النتائج ان دي 3 شركات او 4 شركات منفصلة، مع انهم في الحقيقة هم شركة واحدة. طيب المشكلة دي الناس بتعالجها ازاي؟ هي المشكلة دي الناس بتعالجها بطريقتين. اما ان هو بيعمل السب كونتراكتور نيم ده بصورة دايناميك معتمدة على معادلة الفي لوك اب او الاكس لوك اب او الاندكس ماتش، بحيث ان هو بيدي لكل سب كونتراكتور كود، والكود ده بيعمل استدعاء بمجرد ان هو يدخل الكود في خلية معينة ان هو يستدعي له الاسم. فده بيخلي التسمية بتاعتي مظبوطة، وبيقلل معايا المشاكل في الريبورتنج بتاع البيانات. طيب أنا بتعامل مع المشكلة دي إزاي؟ بتعامل معاها إن أنا عايز الأسماء بتاعت المقاولين دي تكون في صورة ليست عندي، بحيث إن أنا لما أسماء المقاولين عندي تكون في صورة لستة هتقلل عندي المشكلة دي، أو هتضيق عليا النطاق. وليكن انا لو جيت اخدت اسماء المقاولين اللي عندي ورحت لورك شيت جديد عملت ان دي اسماء المقاولين اللي عندي، وهروح على الجزء اللي هو بعمل فيه انبوت للسب كونتراكتور نيم واعمل سيلكشن عليه واروح للتاب بتاع الداتا واعمل داتا فاليديشن واختار ان ده ليست. طيب هروح اختار الليستة اللي عندي ان دي السب كونتراكتور نيم اللي عندي، ده الرينج بتاع السب كونتراكتور نيم، واعمل اوكي، بحيث ان انا لما اجي ادخل اعمل انبوت لاسماء المقاولين اللي عندي اكتب يحيى، فهو هيخليني اعمل انبوت، هيعمل لي اقتراح لاسم المقاول اللي هو عنده في الداتا ليست، بحيث ان انا اختار. لو كتبت الاسم ان هو يحيى فهيقول لي ان ده مش ضمن الداتا ليست اللي انت مدخلها عندي. طيب انا ممكن برضو اسهل على اللي بيعمل انبوت للداتا، بحيث ان المشكلة دي الطريقة دي ممكن تكون صعبة عليه. فانا هقول له يا باشا انا عايز الليستة دي تتحدث معايا بصورة دايناميك، فهختار ان انا هستخدم عندي معادلة يونيك، وهختار ان هو ياخد لي اليونيك فاليو اللي موجودة عنده في السب كونتراكتور نيم، ان هو يطلع لي اسماء المقاولين. هو ظهر عنده ان البلانك سيل ان هي دي زيرو، مفيش مشكلة. لكن انا لما ادخل اسم مقاول جديد عندي هروح بقى اعدل الداتا فاليديشن بتاعتي او الداتا ليست بتاعتي، بحيث اعمل اكسبند للرينج بتاعي، فهحدث له الرينج اللي هو شغال عليه. الرينج بحيث ان انا لما ادخل له اسم من اول جديد وليكن امير، هيسمع عنده امير، فلما يجي اعمل اضافة لامير تاني هيظهر لي امير ده ان هو موجود عنده في الداتا سيت بتاعته او الليستة اللي هي عنده في البرنامج. فبكده المشكلة هتتحل معايا بصورة بنسبة كبيرة، بحيث ان انا لو جيت ادخل مقاول الجامع فيظهر لي ان هو موجود عندي محمد السيد الجامع ده. المشكلة دي بتأثر على
الداشبوردنج او التحليل اللي انت بتعمله على البيانات اللي عندك. فبإذن الله الحل ده او الحلول اللي انا قلت لك عليها تسهل عليك المشاكل اللي بتظهر عندك في معالجة البيانات بتاعتك، وتسهل عليك الدنيا ان شاء الله. تابعني الفترة الجاية ان شاء الله، هنتكلم على تip هتعجبك. وشكرا.